المشاهدون الأكارم، سعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتيان، سهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إقامة برامج بحلول الذكرى السادسة والثلاثين لعملية فنقل في الفترة من 13 وحتى 15 من فبراير. الاحتفاء باليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث على مستوى البلاد في غونية. عملية التبرع بالدم تسهم بفعالية في إنقاذ الحياة. أستراليا واندونيسيا توقعان معاهدة أمنية جديدة. الأرجنتين توقع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة. مقتل 18 شخصا في انفجار بمنجم فحم في الهند. أهلا بكم. سيقام الاحتفال الرسمي بالذكرى السادسة والثلاثين لعملية فنقل التاريخية في الفترة من 13 حتى 15 من فبراير الجاري تحت شعار بطولات فنقل للأجيال. وأكدت رئيسة لجنة تنسيق الاحتفالات في إقليم الشمال البحر الأحمر السيدة زينب عمر أنه تم إجراء الاستعدادات اللازمة للاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لعملية فنقل، وأن بعض البرامج قد بدأت بالفعل. وأضافت أنه أقيم أسبوع شباب إقليم شمال البحر الأحمر في الفترة من 28 وحتى 31 من يناير المنصرم، كما أقيمت أنشطة وحملات للإصحاح البيئي ونظافة مدينة مصوع في 31 من يناير كجزء من الاحتفالات، بالإضافة إلى إقامة المنافسات الرياضية مثل كرة القدم وركوب الدراجات التي تنظمها الاتحادات الإقليمية والوطنية. وذكرت أنه سيتنافس هذا العام رياضيون من 5 دول، وهي إريتريا وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا وكينيا في سباق نصف في ماراثون شرق إفريقيا الذي ينظمه الاتحاد الوطني لألعاب القوى الإرتري سنويا، إلى جانب مباريات كرة القدم الشاطئية بين الأقاليم الست، ومسابقات السباحة والتجديف والمعارض والسيمينارات، والتنافس على جوائز فنقل المختلفة حسب الفئات والمنافسات، وبرامج ترفيهية للأطفال والاستمتاع بالموارد البحرية، كلها جزء من البرامج المنتظمة بذكرى هذا العام لعملية فنقل الإعجازية. وأشارت أيضا إلى أنه ستكون هناك فعاليات فنية وأسواق شعبية وعروض ثقافية والخيم الأهلية ضمن فعاليات الاحتفال. أقيم في 6 من فبراير الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث على مستوى البلاد في مدينة غونية تحت شعار القضاء على ختان الإناث بحلول عام 2030 التزام مستدام واستثمار مطلوب. وفي كلمته بالمناسبة أكد المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية في إقليم الغاشبركا السيد فرانكو كوبابا أكد أهمية مشاركة المجتمع وأصحاب المصلحة في الجهود الرامية إلى الحد من التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للممارسات الضارة، وعلى رأسها ختان الإناث وزواج القاصرات. من جانبه أوضح مسؤول رعاية الطفل والأسرة بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد تسفو سلمون أن شعار هذا العام يجسد الهدف العالمي المتمثل في القضاء الكامل على ختان الإناث، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة تستند إلى المرسوم رقم 158 لعام 2007 الذي يجرم ختان الإناث وغيره من الممارسات الضارة. وأضاف أنه تم في إطار هذه الجهود إعلان 17 مديرية خلوها من ختان الإناث على مستوى البلاد. بدوره قال حاكم إقليم الغاشبركا السفير محمود علي حروي إن مديريتين فقط في الإقليم قد أعلنتا حتى الآن خلوهما من ختان الإناث، مؤكدا ضرورة تعزيز العمل المشترك للقضاء على هذه الممارسات بشكل كامل. وفي ختام الفعالية أعرب المشاركون عن إدراكهم التام للعواقب الصحية والاجتماعية والنفسية لختان الإناث، وتعهدوا بالعمل على القضاء عليه ومنع الحمل المبكر. وتخللت المناسبة عروض ثقافية وفنية عكست التزام المجتمع المحلي بحماية حقوق المرأة والطفل. كما أفاد مراسلو وكالة الأنباء بأن اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث الذي يصادف 6 من فبراير قد تم إحيائه أيضا على المستويين الإقليمي.
يقدم بنك الدم الوطني وجمعية المتبرعين بالدم مساهمة فعالة في الجهود المبذولة لزيادة عدد المتبرعين بالدم والمتطوعين في الإقليم الأوسط. وأفاد مسؤول خدمات التبرع بالدم السيد محاري أبراهام أن موظفي مستشفى أروت الوطني المرجعي وموظفي شركة السكن للإنشاءات وشركة أسمر للخياطة العسكرية تبرع بالدم في الفترة من 2 وحتى 7 من فبراير الجاري. وخلال الأيام المذكورة تبرع أعضاء مستشفى أروت الوطني المرجعي ب34 وحدة دم، وأعضاء شركة سكن للإنشاءات ب55 وحدة دم، وأعضاء شركة أسمر للخياطة العسكرية ب140 وحدة دم، ليصبح المجموع 229 وحدة دم. وأضاف عضو الجمعية الوطنية للمتبرعين بالدم السيد ياسين عبد الله أن عدد المتبرعين يتزايد بفضل الأنشطة التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية والشركاء الآخرين. وذكر مسؤول قسم المنتجات في شركة أسمر للخياطة العسكرية العقيد بايو زمنفس أن الشركة تعمل على التبرع الدوري للمساهمة في تحقيق أهداف بنك الدم الوطني وجمعية المتبرعين بالدم. أعرب المتبرعون لوكالة إرنا عن رضاهم بالمشاركة في مثل هذا البرامج التطوعي الذي يلعب دورا حاسما في إنقاذ الأرواح، وحث كل مواطن على التبرع بالدم نظرا إلى فوائده الصحية والمعنوية على حد سواء. وحد مواطنو مديرية الجلب جهودهم وأموالهم لبناء مدرسة جديدة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في تابلنجي. وبحسب إرينا فقد قامت الحكومة بالفعل ببناء مبنى مكون من 5 فصول في عام 2025 للتخفيف من المشكلة في المديرية، ويجري بناء 5 فصول أخرى بمشاركة المجتمع. وذكر المشاركون أنه ظل هناك نقصا في الفصول الدراسية، وأن جهود الحكومة والأهالي تتضافر من أجل حل هذه المشكلة والتمكن من تقديم خدمات دراسية للمواطنين بالقرب منهم. وأشار مدير ضاحية قلب الشيخ علي بإمنته إلى أنه تم فصل مدرسة تابلنجي الابتدائية عن مدرسة حداس إرتريا الابتدائية في عام 2017 بسبب اكتظاظ الطلاب، مشيدا بمبادرات المواطنين القائمة على تطوير هذه المدرسة منذ إنشائها. وأضاف مدير مدرسة تابلنجي الابتدائية والمتوسطة الأستاذ حامد عمر بدوره أن المدرسة بدأت خدماتها في عام 2017 بتسجيل 235 طالبا فقط، وأن العدد وصل الآن إلى حوالي 1600 طالب، مذكرا أن بناء مبنى قادر على تقديم حلول مستدامة سيساهم بشكل إيجابي في عملية التعليم والتعلم، فضلا عن النقص الذي تعاني منه المدرسة. وذكر مدير مديرية قلب السيد عثمان آدم أنه يتم اتخاذ مبادرات بتنسيق من الحكومة والأهالي لسد الثغرات في الخدمات الاجتماعية بشكل عام، وأنه تم بناء مؤسسات تعليمية بما في ذلك المدارس الابتدائية متوسطة ورياضة الأطفال، ويجري بناؤها في تابلنجي وقرقر وكالوق في العام الدراسي 2025-2026. نظم فرع جمعية المعلمين الإرتريين في الأوسط دورة تدريبية لأكثر من 270 عضوا في الفترة من 4 وحتى 6 من فبراير الجاري. وأفاد مسؤول الفرع الأستاذ دانيال منقسطاف في كلمته أن التدريب الذي ركز على مادة الكيمياء واللغة التجريبية يهدف إلى تقييم أساليب التدريس لدى المعلمين. وشارك في التدريب 84 معلما لمادة الكيمياء من جميع المدارس الثانوية، و188 معلما للغة التجريبية في المدارس الابتدائية والمتوسطة. وذكرت سكرتيرة فرع الجمعية بالإقليم الأستاذة سناية أبو ميكائيل بدورها أن التدريب هو استمرار لجهود الجمعية الرامية إلى تعزيز القدرات المهنية لأعضائها وتسهيل عملية التدريس والتعلم. دعت إدارة مدينة نعف المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء السلع الاستهلاكية. وذكر مسؤول التنمية في إدارة المدينة السيد إبراهيم محمد علي في إفادته السكان بضرورة التحقق من تاريخ صلاحية المواد الاستهلاكية، وحث المحلات التجارية على التخلص من البضائع منتهية الصلاحية، لأن المخاطر الصحية الناجمة عن السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية خطيرة، مما قد يعرضهم إلى المساءلة القانونية في حال ضبطها في المتاجر.
وفي الختام حث السيد إبراهيم المجتمع على الامتناع عن استخدام الأكياس البلاستيكية وغيرها من الملوثات البيئية حفاظا على البيئة والصحة العامة. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، وقعت أستراليا وإندونيسيا معاهدة أمنية لتعزيز التعاون المشترك بين الدولتين وإفساح المجال أمام إنشاء مرافق عسكرية جديدة في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قوله بعد توقيع المعاهدة في جاكرتا إن هذه الخطوة ستعزز مبادرات الدفاع المشترك بين البلدين، كما ستدعم أستراليا بموجبها بناء منشآت تدريب عسكرية لتعزيز قدرات إندونيسية على إجراء مناورات مشتركة. من جانبه قال الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو أن المعاهدات الجديدة تشكل التزاما راسخا بمبدأ حسن الجوار وسياسة إندونيسيا الخارجية الحرة والفعالة، كما تمثل إحدى الركائز المهمة للاستقرار والتعاون في منطقتنا. وتستند المعاهدة إلى اتفاقية الدفاع الثنائية تم توقيعها عام 2024 وتنص على إقامة تعاون وثيق بين الدولتين لمواجهة التهديدات في المنطقة. أعلنت الأرجنتين توقيعها اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة تفتح بموجبها أسواقها أمام المنتجات الأمريكية مقابل تخفيف الرسوم الجمركية على بعض الصادرات الأرجنتينية. وكانت الأرجنتين واحدة من 4 دول في أمريكا الجنوبية والوسطى إلى جانب الإكوادور وغواتيمالا والسلفادور أبرمت اتفاق مع واشنطن في نوفمبر مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على صادراتها. وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هذه الاتفاقات ستسهم في خفض فواتير البقالة للأمريكيين من خلال خفض أسعار البن والكاكاو والموز وغيرها من السلع. كما ينظر إلى هذه الاتفاقات على أنها مكافأة لأكثر حلفاء ترامب ولاء في الدول المجاورة للولايات المتحدة وبينهما الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي. أعلنت السلطات الهندية مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة 8 آخرين جراء انفجار وقع في منجم للفحم في منطقة جايانتا هيلز شمال شرق البلاد، مشيرة إلى أن الشرطة باشرت عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث. وقال مسؤول محلي إن هناك احتمالا لوجود عدد من العمال ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، موضحا أن العمال كانوا يعملون في استخراج الفحم ومعادن أخرى بشكل غير قانوني في الموقع. من جانبه عرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه لأسر الضحايا، معلنا أن الحكومة ستدفع تعويضا قدره نحو 20,000 دولار لكل أسرة من القتلى. افتتحت كندا وفرنسا قنصليتين في نوك عاصمة إقليم غرينلندا الدنماركية المتمتع بحكم ذاتي بهدف دعم الحكومة المحلية في وقت تتعارضان فيه مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على الجزيرة الاستراتيجية في القطب الشمالي. وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند خلال مراسم رفع العلم الكندي أمام مبنى القنصلية إن افتتاح البعثة يمثل يوما مهما للغاية لكندا، ويعكس التزامها بتعزيز حضورها الدبلوماسي وتعاونها مع غرينلاند. وبالتزامن باشر القنصل العام الفرنسي جان نويل بواريه مهامه في نوك، حيث التقى رئيس وزراء غرينلاند ينسي فريدريك نيلسون، مؤكدا أن البعد السياسي لافتتاح هذا المنصب حقيقي وواضح، في إشارة إلى التطورات المرتبطة بغرينلاند خلال الأشهر الماضية. وتأتي الخطوة في ظل تشديد ترامب منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية العام الماضي على ما وصفه بالضرورة الأمنية لسيطرة واشنطن على غرينلاند التي تعد الغنية بالمعادن والواقعة في موقع استراتيجي بالغ الحساسية. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بتذكير أهم ما جاء فيها. إقامة برامج بحلول الذكرى 36 لعملية فنقل في الفترة من 13 وحتى 15 من فبراير.
الاحتفاء باليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث على مستوى البلاد في بونيم. عملية التبرع بالدم تسهم بفعالية في إنقاذ الحياة. أستراليا واندونيسيا توقعان معاهدة أمنية جديدة. الأرجنتين توقع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة. ومقتل 18 شخصا في انفجار بمنجم فحم في الهند. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة ودمتم في أمان الله.